بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أهلا بكم يا أحلى جمهور في العالم. النهاردة معانا حلقة جديدة من نشرة أخبار ريال مدريد. زي ما وعدناكم كل يوم هنكون معاكم علشان نغطي كل صغيرة وكبيرة في النادي الملكي. قبل ما نبدأ عايز أطلب منكم حاجة بسيطة جدا. لو عجبكم المحتوى بتاعنا ادعمونا بلايك للفيديو، اشتركوا في القناة علشان توصلكم النشرة يوميا، وفعلوا جرس الاشعارات علشان ما تفوتوش اي حلقة جديدة. دعمكم لينا هو اللي بيخلينا نكمل ونقدم ليكم الافضل دايما. النهاردة عندنا اخبار نار جدا من الفالدي باس. ارسنال يغري فينيسيوس بأعلى راتب في تاريخه. مانشستر سيتي يحدد سعر رودري ب80 مليون يورو. تأجيل تقديم دومفريس وديومندي في ريال مدريد. ماستانتونو اول الراحلين. يلا بينا نبدأ. الخبر الاول، ارسنال يغري فينيسيوس باعلى راتب في الدوري الانجليزي. النهارده نبدأ بخبر ناري جدا. ارسنال مستعد يدفع لفينيسيوس جونيور راتب تاريخي. صحيفة التليجراف البريطانية كشفت ان ادارة ارسنال مستعدة تدي فينيسيوس جونيور راتب يتجاوز 400 الف استرليني اسبوعيا علشان يكون صاحب اعلى راتب في تاريخ الجنرز. اللي حصل بالتفصيل، ارسنال مقتنع ان فينيسيوس هو القطعة اللي هتنقل الفريق لمستوى جديد. النادي الانجليزي شايف ان الجانب المالي مش هيكون عقبة ابدا في الصفقة. ارسنال بيترقب نتائج مفاوضات تجديد عقد فينيسيوس مع الريال. طب ايه موقف ريال مدريد؟ بريز واضح جدا مش هيوافق على رحيل فيني باقل من 160 مليون يورو. ده الشرط اللي وضعه رئيس النادي للموافقة على بيع اللاعب. الوضع في الوقت الحالي مفاوضات التجديد متوقفة حاليا. لو ما حصلش اتفاق الريال هيكون منفتح لدراسة العروض بالسعر المطلوب. ارسنال لسه في مرحلة اهتمام اولية وما فيش اي مفاوضات رسمية ما بين الناديين حتى الان. السؤال اللي بسأله لحضراتكم في التعليقات، هل فينيسيوس هيكمل في ريال مدريد ولا هيروح لارسنال باعلى راتب في البريمير ليج؟ الخبر الثاني، السيتي يحدد بيع رودري وريال مدريد يضعه في مأزق. رودري في قلب الصراع. السيتي عايز 80 مليون يورو، الريال عايز يدفع 60 مليون بس. صحيفة موندو ديبورتيفو كشفت ان المفاوضات ما بين ريال مدريد والسيتي لسه شغالة علشان يوصلوا لاتفاق بشأن صفقة رودري. طب ايه موقف السيتي؟ السيتي عايز 80 مليون يورو علشان يوافق على الصفقة. متمسك بالسعر ده رغم ان رودري اعلن رغبته رسميا وقال للسيتي انه عايز ينتقل الى ريال مدريد. طب موقف ريال مدريد؟ ريال مدريد شايف ان 80 مليون رقم مبالغ فيه لسببين. اولا رودري عنده 30 سنة. 2 عقده مع السيتي متبقي فيه عام واحد. عرض الريال ما بين 50 و60 مليون يورو لحسم الصفقة. ورقة ضغط ريال مدريد في هذه الصفقة هو ان رودري رفض تجديد عقده مع السيتي ومتمسك بالرحيل لريال مدريد. ده بيضع السيتي امام خيارين 2. اولا لا يوافق على عرض مدريد او يخسر رودري مجانا الموسم اللي جاي. بسأل حضراتكم في التعليقات، مين هيكسب هذه الحرب؟ السيتي هينزل ل60 مليون يورو ولا ريال مدريد هيدفع 80 علشان يفوز بالصفقة؟ الخبر الثالث، موعد انضمام دومفريس لتدريبات ريال مدريد. دومفريس هيبدأ التدريب لكن تقديمه اتأجل. ريال مدريد قرر تأجيل دومفريس لوسائل الإعلام، وكان كل شيء مترتب لإقامة المراسم يوم الثلاث 28 في الفالدي باس. لكن إيه اللي حصل؟ تم تأجيل الموعد ولم يتم تحديد موعد جديد حتى الآن. السبب حتى الآن مش معروف، لكن التأجيل لأسباب تنظيمية. المعلومة المهمة اللي عايز أقول لحضراتكم إن تأجيل التقديم مش هيأثر على انضمام اللاعب للتدريبات. دومفريس هيبدأ تدريب تحت قيادة مورينيو يوم الاثنين يوم 27. دومفريس انضم لريال مدريد من انتر ميلان. الصفقة كانت ب20 مليون يورو لما دفعوا الشرط الجزائي. عقد لمدة 4 مواسم حتى 2030. هو رابع صفقات الصيف بعد برناردو سيلفا وكوناتي وكوكوريا واخيرا ديومندي. موعد خضوع ديومندي للفحص الطبي في مدريد. ديومندي قريب جدا من مدريد.
اتفاق مع لايبزيج ب100 مليون يورو. الصحفي الإيطالي الشهير الموثوق فابريزيو رومانو كشف عن خبر عاجل إن ريال مدريد توصل لاتفاق مع لايبزيج على حسم صفقة ديوميندي. تفاصيل الصفقة كاملة: أولا 100 مليون يورو قيمة الصفقة، مدة العقد لغاية 2031، 5 مواسم. هذا اللاعب سوف يسافر إلى مدريد هذا الأسبوع لإجراء الفحص الطبي. اللي حصل بالتفصيل: ريال مدريد نجح في إقناع لايبزيج بعد رفض العرض الأول اللي كان 90+10. الصفقة هتتم خلال الأسبوع القادم بعد الفحص الطبي والتوقيع الرسمي. اللاعب اختار ريال مدريد وتجاهل باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان انسحب رسميا وقدم عرض لديوميندي، ولكن اللاعب رفضه، وكانت رغبة اللاعب هي الفيصل في القرار النهائي. ديوميندي لاعب رائع جدا، عنده 19 سنة، يعتبر من أفضل المواهب في أوروبا. صفقة 100 مليون دي تأكيد على ثقة الريال في إمكانيات وقدرات هذا اللاعب. وافتكروا كلامي كويس، ديوميندي سيكون من أهم اللاعبين في ريال مدريد خلال الموسم القادم. نروح لخبر كمان وهو عن أول الراحلين عن ريال مدريد، وهو ماستانتونو. اللاعب الأرجنتيني ماستانتونو قدم مستوى سيء في مباراة ريال مدريد الودية، المباراة الأولى مع مورينيو. ماستانتونو على وشك الرحيل، مستواه السيء كلفه فرصته مع مدريد. بعد المباراة الودية الأولى تحت قيادة مورينيو، فرانكو ماستانتونو بقى قريب جدا من الرحيل عن النادي على سبيل الإعارة. اللي حصل: ماستانتونو ظهر بمستوى سيء في المباراة الودية رغم الأمال الكبيرة اللي كان الكل معلقها عليه. التقييم الفني أظهر حاجته للعب بشكل منتظم. النادي وجوزيه مورينيو قرروا إعارته علشان يستعيد الثقة ويطور قدراته، خاصة بعد التعاقد مع ديوميندي. ماستانتونو أصبح ليس لديه مكان في ريال مدريد. تفاصيل الإعارة: هتكون إعارة جافة. يعني إيه إعارة جافة؟ يعني من غير خيار الشراء النهائي، زي تجربة أندريك مع ليون الفرنسي. الهدف من هذه الإعارة يكتسب خبرة أوروبية ويرجع ينافس على مكان أساسي في مدريد. الوجهات المحتملة: فولهام أو فورنتينا في الدوري الإيطالي اللي كان مهتم باللاعب قبل كده. سبب إعارة ماستانتونو هو التكدس الكبير في خط هجوم الفريق ووجود خيارات متاحة على الأطراف. عندنا فينيسيوس، عندنا ديوميندي، عندنا رودريجو، لاعيبة كتير جدا، فماستانتونو ملوش أي فرصة. قبل ما نختم النهاردة عايز أقول لكم حاجة. النهاردة كان عندنا أخبار كتير جدا. أرسنال بيحاول يغري فينيسيوس براتب خيالي. ريال مدريد متمسك ب160 مليون يورو، أما رودري مطلوب 80 مليون وريال مدريد مش عايز يدفع إلا 60 مليون. ديوميندي أصبح لاعب في ريال مدريد، وماستانتونو أول الراحلين عن الفريق. كل ده بيحصل والنادي لسه في بداية التحضيرات. موسم ناري وتشكيلة نارية لريال مدريد الموسم اللي جاي. حضراتكم اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات. هل شايفين الافضل لفينيسيوس انه يغادر ريال مدريد، ولا شايفين ان الافضل ان ادارة ريال مدريد توافق على شروط فينيسيوس وتجدد له؟ ايه رأيكم في صفقة ديوموندي اللي ب100 مليون يورو؟ ايه رأيكم في صفقة رودري؟ هل يستاهل ريال مدريد يدفع 80 مليون يورو؟ هل ماستانتونو محتاج فرصة تانية ولا لازم يطلع اعارة؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، هنقرأ كل تعليقاتكم في الحلقة الجاية. وفي النهاية اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة، دعمكم لينا هو اللي بيخلينا نكمل، ومستنيينكم في الحلقة اللي جاية. وهلا مدريد.